مساء الفل، بجد وحشتوني، وحشتوني جدًا وبابقى مستنية بجد والله إن أنا أشوف حضراتكم عشان أتكلم معاكم على رأس حكاية في برنامج حكايات. الحقيقة الفترة اللي فاتت كتير أوي من الناس بدأت تشتكي أوي من العلاقات، ده مضايقني، ده منافق، ده بيكذب عليَّ، ده بوشين ولو إن كلمة وشين بقت قديمة دلوقتي، ده ب4، 5 وشوش، ودي زعلت من دي راحت تعمل لها سحر وحاجات غريبة جدًا، ويعني فوضى كده. ففي ناس بتقف قدام الحاجات دي قوية، وفي ناس يا حبايبي بيتعبوا أوي وبيتأثروا. النهارده الحقيقة أنا قلت إن إحنا نستضيف الدكتورة ميسة. دكتورة ميسة رئيس قسم المكتبات في بيت الآداب جامعة اسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أنا مش هتكلم كتير النهارده، أنا هسألها سؤال واحد بس. هقول لها إزاي دكتورة مع العلاقات الغريبة والفوضى أو السلوكية اللي إحنا بقينا فيها دي، إزاي نتجنب على قد ما نقدر الناس الوحشة، الناس المؤذية، الناس المنافقة، الناس اللي ب7، 8 وشوش، يعني قلوبنا، نعمل إيه؟ الحقيقة للأسف انتشر في الفترة الأخيرة من حياتنا صفات للناس اللي هي فعلا المنافقة، يبقى معاكي إنسان كويس وبعد كده في ظهرك يتكلم عليكي ويحاول يأذيكي. دايما تلاقي إنسان خسيس، يعني بيعض إيدين اللي يساعده، ناكل المعروف ناكل الجميل للأسف. فدي الفئة ديت منتشرة فعلا. فأنا عايزة أقول إن يعني إحنا ما نحاولش يعني نتعمق في العلاقات، وخصوصا العلاقات اللي لسه مش لسه يعني علاقات جديدة. يعني أول حاجة ما نتعمقش في العلاقات، ما نتعمقش، دي أهم حاجة، اللي إحنا ما نتعمقش، ندي نفسنا تروى، إن إحنا نتروى واحدة واحدة على أساس نعرف الشخصية اللي قدامنا إيه. يعني ناخد فترة كده، أيوه فترة زمنية عشان أعرف ده بني آدم كويس ولا مش كويس. أيوه، لأن طبعا للأسف في بعض الأشخاص بيبقى عندهم نوع من الحقد على الإنسان الناجح، نوع من الحسد، بيحاول يفشي الأسرار، يعني يتقرب منك يحاول يدور على أي حاجة يأذيكي فيها، مجرد عشان هو يتلذذ بكده، عنده عقد نفسية يتلذذ بحزن الآخرين وأذية الآخرين. فلازم إن احنا على قد ما نقدر إن احنا ناخد بالنا، ناخد الحذر منهم، ولو زي ما حضرتك قلتي. ايوه، ولو اضطرينا ان احنا نتعامل معاهم في مجال العمل، في مجال اي مجال تاني، لازم نتجنبهم على قد ما نقدر. يعني قصد حضرتك ان احنا مش هنقدر نتجنب، بس هم بقوا كتير شويه. بقوا كتير للاسف. نتجنب بقى كل مش عارفه ايه ايوه، لا، على قد ما نقدر نبقى فاهمين، بس وعارفين حدود. طب ايه موضوع ان يقول لك صدق قلبك وصدق احساسك ده؟ برضو لما احنا نشوف شخص لاول مره، احنا ممكن الانسان بيحس الانسان دوت نقول له دوت انا ارتحت له لما قعدت معاه مثلا. فطالما ان انا ارتحت له دي مش مجرد كلمه كده وخلاص، لا دي لازم نصدق الاحساس، ولازم نصدق اي احساس قلبنا ونمشي عليه. على يعني حضرتك دلوقتي قلت لنا ان احساس القلب ده مهم جدا، الراحه النفسيه دي مهمه جدا، ان انا احط حدود مع اللي قدامي. طيب ايه واجب بقى الابهات الامهات لاولادهم عشان يحذروا اولادهم، خاصه ان في حضرتك يقول لك انا ما بذاكرش، في مثلا طلبه كده يقول لك انا ما بذاكرش، يخلوا الطالب يا عيني الضعيف الشخصيه يصدق الكلام يروح ما يذاكرش. الحقيقه نقطه مهمه، لازم على كل ام وكل اب انها تنبه ولادهم انهم يتوخوا الحذر برضو من اصدقائهم، لان احيانا زي ما حضرتك اشرتي ان في يعني اولاد طلبه بيقولوا احنا مش مذاكرين علشان خاطر يجيبوا درجات اعلى من صحابهم، وبعدين تلاقيهم اخر السنه جايبين درجات مش اعلى، جايبين الدرجات النهائيه. فانا لازم فعلا امسك، لان هم لسه الاطفال ما عندهمش خبره، والاولاد الصغيرين ما عندهمش خبره بطبيعه الناس الموجوده في اللي هي المؤذيه. فدور الاهل مهم، دور الاسره مهم في التوعيه نوع مهم جدا. فعلا الاب والام مهمين جدا، خاصه مع التحديات اللي موجوده دلوقتي في الزمن، يعني ايوه، والتحديات ومتغيرات كتيره جدا، فلازم نمسك ولادنا ونتكلم معاهم على قد ما نقدر بالنصايح وبالراحه كده، ما يبقاش مجرد ان احنا نشخط فيهم ما تتكلمش ده ما تعملش كده، لا فعلا الطفل ما بيحبش النصيحه المباشره. ايوه بالظبط كده. طب بالراحه دي بتبقى ازاي بقى؟ لا يعني انه يحاول الاب او الام يتخذ مع ابنه كانه صديق، ويقعد يحكي له بالتجارب كده اللي يقدر يفهمها ويحتويه، يعني الام والاب تحتوي اولادهم. يعني برضه عايزين نطلع بحاجه مهمه جدا، ان الدنيا برضه منها مش سهله ابدا،
الاب والام مش دورهم بس زي الاول حته ان الاب فلوس والام الطبخ لا 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 والحاجات دي، لا ده خالص الموضوع خالص. كبر قوي. اه فاللي عايز يجيب ولاد فعلا يا جماعه والله فعلا انا بقولها من قلبي، اللي عايز يجيب ولاد يا يكون قدهم يا ما يكونش لازم كمان ويسكت. يبقى في سلوك في تربيه الاولاد، اه على اساس ايه يتجنبوا اي اذى ممكن يحصل له. تمام. طيب انا عايزه اسالك حاجه كده اخيره، قولي لي كده بمنتهى الصراحه، عملتي ايه بقى مع اولادك في الحياه دي عموما؟ كانت ايه دايما النصايح اللي بتقولها لهم؟ حضرتك ما شاء الله يعني عندك علي وعمر، انا عرفت قبل التسجيل علي وعمر شابين زي القمر ما شاء الله عليهم وناجحين ومتفوقين، قولي لي كده يعني كنت دايما وراهم بايه يعني بحيث بتقويهم كده عشان الدنيا اللي مش سهله دي؟ طبعا اول حاجه اهم حاجه طبعا الدين، انهم يعرفوا اصول دينهم. حته حلوه قوي دي نقطه مهمه، طالما هم يعني فعلا عارفين الحلال من حرام ايه، خلاص هم اطمني عليهم. اطمن عليهم في كل المعاملات، وسبتهم بقى يواجهوا الحياه. ولو في اي مشكله بيجوا يحكوها لي. فدي اهم حاجه، نغرس في الطفل من صغره حبه للخير، ويعطف على الناس. قلتي اهم جمله ان يعني الصفات الحلوه نغرس فيهم اه الصفات انا الكويسه. ملاحظه لما جبنا سيره ولادك يعني عارفه لقيت يقظه لقيت سعاده كده. ساعات ربنا يخليهم لك يا رب. ده اهم حاجه. حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا فعلا يا جماعه، هي الدين. احنا الدين يعني حصه الدين دي يعني يا ريت يعني ترجع وبقوه. والاخلاق كمان، ما هو الاخلاق الدين عشان لو رجع يبقى مغيبه عن الاخلاق مجتمعنا ما هو الدين لو اليومين رجع يبقى الاخلاق رجع كله اه رجع. صحيح والله. لكن فعلا كون ان احنا بنعمل حلقات عن التعاملات وعن المعاملات مع الناس يبقى دي معنى كده مهمه جدا. ان الموضوع فعلا يعني الفتره الاخيره من قوته خلانا قلنا لا احنا عايزين نبدا نتكلم بقى على صح. التعاملات دي وازاي ان احنا نتجنب الناس الوحشه. وحضرتك قلتي حاجات مهمه جدا يا ريت دايما والله نتبعها، هي ان اول حاجه الحدود، وضع حدود دي مهمه جدا، ان احنا نصدق قلبنا، ان احنا قلتي ايه رقم 3 عشان نسيت؟ نصدق احساسنا، نصدق قلبنا، قلنا نتجنب ما نتغمس والدين يعني كمان في العلاقات نقطه مهمه اللي قلتيها والدين. حضرتك الدين. ولازم نغرس في الاخلاق مع اولادنا والقيم اللي يقدروا يمشوا عليها. طب ايه يعني اكتر قيمه تحسيها كده ان لو اتزرعت في ابنك او في بنتك هتحسي ان انت خلاص يعني حاسه ان هي يعني حب الخير للناس، حب وانهم ما الخير يؤذوش حد، ويعني كل حاجه حلال هيقدروا فعلا الدنيا تبقى ما تخافيش كويسه. عليهم. اهم حاجه. طيب عموما مش هنطول على حضراتكم، دايما يا رب احنا بخير ودايما كل اللي حوالينا بخير، وبرضه نعمل حسابنا كده ان احنا يعني برضه الدين بتاعنا او ديننا بيحب المؤمن الفاضل الكيس الذكي اللي بيعرف مين الكويس ومين مش كويس. الى اللقاء الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا.